اليوم رحلتنا مو طبيعي أبدا. طلعنا من فنلندا باتجاه سويد، مو بطيارة ولا بسيارة، بسفينة عملاقة كاسحة جليد تشق طريقها وسط بحر متجمد بالكامل. المشهد كان خرافي، جليد قدامنا ينكسر، وصوت السفينة وهي تضرب يخليك تحس إنك داخل مغامرة حقيقية. المسافة كانت تقريبا 450 كيلومتر. يوم من الأيام كنت أشوف هيك فيديوهات بقناة ناشونال جيوغرافيك، ناس تسافر بالسفن هاي الجليد والأمور والبحر. أقول كنت أتخيل يعني مجرد ما كنت أحلم إنه أني أوصل هيك مكان، لكن وصلت بإذن الله تعالى، التوفيق من رب العالمين وبوجود المتابعين إن شاء الله نوصل إلى أبعد نقطة على هذا الأرض بإذن الله تعالى. مجرد دعمكم لايك اشتراك بالقناة حتى نوصل كل مكان ونكتشف إن شاء الله. تحياتي لكم وربيتكم. هلا ويا شلونكم اخباركم؟ حاليا ننتظر مصعد السفينة، بس يفتحون البوابة يشيكون الكود حتى نصعد السفينة. شوف يا جماعة البحر، ركزوا على البحر. السمك الثلج يا جماعة متر، درجة حرارة 15-20 تحت الصفر حاليا. تتخيل المنظر وانت تمشي بهذا البحر على ظهر السفينة 17 ساعة بس الذهاب، والرجوع 17 ساعة. أحلى شعور لما تسافر، شعور رائع يا جماعة. يعني شو هاي راح ندخل السفينة حاليا. شوف دخلنا السفينة. Hello everyone. هاي السفينة. هسه قبل نصعد على غرفة مالتنا حتى ندور وين الغرفة وين الدنيا. يو بردت شوي برا، هسه هنا حار الجو. شوف داخل السفينة هاي. حاليا أنا بالممر أدور على غرفتي، رقم غرفتي شوفوا 6132. طبعا مرات كلش طويلة. شوف هذولا دخلوا على غرفتهم. واو، ها قد وجدنا هاي غرفتي. شلون نفتحها؟ نخلي هذا هالشكل. خلاص فتحنا. الله، شوف تليفون، وهذا اني، والتلفزيون، وهذا طبعا يتحول هم سرير هم قاعدة. هذا سرير وهاي قاعدة، وهنا تاكل، هنا تلفزيون اذا تريد، وهنا حمام على السريع نصور. شوف عفوا تكرمون هاي المغاسل. طبعا هذا حمام صغير، هنا مغاسل. عفوا حبيت يعني اوثق كل شيء. وهالشكل. وراح بيها مفاجأة، السعر التذكرة مال السفينة راح اخليها على الشاشة. شوف رأيكم، غالي ولا رخيص؟ شوف المنظر حاليا، سفينة اتحركت. شوف سمك الثلج متر كامل يكسرها، لأن هذا كاسحة الجليد هاي السفينة. يابا حطوا لي لايك واشتركوا بالقناة حتى ننزلكم هاي الفيديو إن شاء الله. الفيديو القادم ممكن راح يصير جزئين، الجزء الأول والثاني، حتى نوثق كل شيء. احنا نبحر إلى سويد، طريق 17 ساعة، عبارة عن تشوفون ما شاء الله. طبعا هذا مثل ديسكو داخل السفينة، يعني تعرفون يعني المسافة طويلة لازم واحد يغير جو، فالناس تجي. طبعا حاليا كل الجوعان راح اروح على المطعم اكل سمك سلمون ان شاء الله. فقبل ما اكل قلت خلي اخذ لي لقطة هنا، لان راح يصير دنيا الليل، ما اقدر يعني اخذ هيك لقطات بعد، فرصة اصور اخذ لقطات وهاي. طبعا وصيت على سمك سلمون بيها بطاطا وهاي الامور مع بيبسي. طبعا الكمية مو هواية يعني صراحة ما اشبع بيها،
والسعر 23 يورو ونص. شوف 23 يورو ونص يعني حوالي 37 ألف دينار عراقي. يعني هاي أكلة مال المثقفين كلش، يعني أنا نص مثقف. وين يشبع هذا؟ يلا تحياتي نص مثقف. خليني أذوق مثقف نص مثقف. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بيها لا خبز لا رز ولا شيء. هو طيب يعني بس قليل الكمية. البطاطا ويا البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هذا جزر. طيب. Men jag skulle också vilja veta hur man beter sig som en internationell stjärna när man uppträder på köpcenter för 25 personer. بس شوي خفيفة. استحيت أقول الاثنين أريد. طبعا هسه حاليا الساعة 7:30 الصبح بعد ما نايم راح أنام. راح أطفي القلوب بس خليكم اسمعوا. شوف الصوت الثلج، السفينة يصطدم بالثلج. شوف الصوت شو يجي، اسمع. ما ادري يطلع بالفيديو ولا لا، بس ركزوا شوية. اذا لابسين سماعة اكيد تسمعون. والله العظيم يخوف. يعني مرات اتخيل انه اذا شو اسمه ثلج اذا اخترق يعني من جانب يعني السفينة، شنو راح يكون موقفنا؟ الله هو الحافظ. يلا تصبحون على الخير. باي باي. قعدت تريقت ونمت زين نومة طويلة. ساعة 1:30 تقريبا قعدت، 1:30 الظهر. لأن الليل كله ما نمت. ساعة 7:30 تقريبا نمت. هسه حاليا أني على سطح السفينة فوق. يعني الجو تقريبا شوية باردة. هنا بالسويد المي مو مجمدة هنا، سبحان الله. شوف يمنا أبرد أعتقد. هنا هم أكو ثلج شوف، بس يمنا يعني سمك الثلج هواية. طبعا شوف هذا مدينة ألعاب. ياو هاي القوارب كلها قوارب. هذني في حالات طارئة كلها راح ينزلوها قبل حتى ينقذون الناس إذا لا سمح الله إذا صار شيء يعني داخل السفينة، أو احتاجوا في شغلة ثانية. يعني حالة طارئة سفينة ثانية صار بيها شيء، إذا سفينة هاي قريبة عليها فيوقف ينزلون هذني للمساعدة. طبعا هاي كلها مكاين مال قمار، يعني كلها عدة طوابق كلها بيها مكاين مال قمار. يعني مثلا اكو هاي صالة قمار الحقيقي، وهاي مكاين. يعني طبعا هذا روليت، مطاعم، كل شي بيها. طبعا شوف داخل السفينة صراحة كلش حلو. عبالك قصر ضخم يعني فيلا. وهذا الغرفة خاص للتدخين على مباشرة برا الإطلالة. هاي الغرفة الكبيرة طبعا كلها خاص للتدخين، ممنوع أي مكان تدخن. لو هنا لو على سطح السفينة أكو مكان مخلين نفاضات تقدر تدخن، بس هو عموما هنا الناس تدخن. هذا هم من الصالة والممر. وهنا الدرج. شوف الدرج عدة طوابق طبعا فوق وتحت. شوف حتى تحت كلها. شوف
طبعا هاي هنا خاص للأطفال يعني. شوف يعني أطفال مع أطفال مخصص، اللي عنده أطفال مثلا هنا يجون يلعبون. وهنا هذا مطعم كبير، مطعم كبير وإطلالتها على مباشرة برا. طبعا هنا هم مال الأطفال هذا. شوف لأن أكو عوائل يجون وياهم أطفال وهاي يلعبون هنا يتونسون يعني جيمينج مع جيمينج، شي حلو يعني. هاي داخل السفينة يعني نعمة. وهنا مثل حظ يا نصيب، يخلون فلوس هنا يسحبون وحدة. شوف شنو يطلع حظهم ما أدري. هنا شوف ايش قد كيوت ذني. طبعا أغلب البنات راح يريدون من هذا هسه اللي المشاهدات عندي بالقناة. لك هذا أنا يبين هنا. شوف. طبعا هذا ماركت. هذا الماركت شوفوا بيها أحذية. طبعا أنا محتاج والله أخذ أحذية، تكرمون أجلكم الله، حتى أدز للعراق. بس ما أدري يعجبهم، لازم أتصل حتى يشوفون إذا يعجبهم حتى أخذ. هنا ملابس. طبعا هاي ملابس نسائية. أكيد المتابعات عندي يحبون هاي الألوان، هاي الموديلات يعني. طبعا هنا عطور، تقدرون توقفون الفيديو اللي يحب يشوفون أسعارهن والماركات. هنا مكياج ما مكياج. هنا طبعا اني العطر مالي هو ديور، احب ديور اني كلش. ديور اني بالنسبة لي هو احلى عطور للرجال يعني. شوف هاي كلها مكياج للبنات. ايضا هنا انواع اخرى عطور. هنا عطور رجالية انواع. اي واحد يحب يشوف اسعار وانواع تقدر توقف الفيديو تقدر تشوف. وهنا حلويات انواع واشكال. طبعا ماركت بيها كل شيء يعني، كلها شي تريد تلقى بيها. في مشروبات كحولي، هاي ما اصور هيك شغلات. فيها مشروبات غازية، فيها كل شيء يعني ما اقدر اصور كل شيء تفاصيل تعرفون يعني. طبعا دخلت ماركت اخذت بس هاي على مود حلا يعني. شوف يا جماعة، هذا ممر داخل السفينة، راح احسبه كم متر. صار عندي فضول، خلينا نحسبها، خليكم وياي. شوف اول خطوة، ثاني، 3، 4، 5، 188 خطوة. تصور يا جماعة، الخطوة ممكن متر أو بشوية أقل من متر. 188 خطوة يا جماعة. تعرفون شنو يعني؟ يعني هاي طبعا مو نهاية السفينة، من طرف هنا اكو غرف ومن هذا الطرف اكو غرف يعني هواية. تصور يعني 250 متر طول السفينة يعني. صار عندي فضول احسبن يعني. مو غير شيء قصدنا، بس على ضخامة السفينة بها اكثر من 12,000 غرفة يا جماعة.
12,000 غرفة، يعني فشي خيالي صراحة. واو 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 واو. نعطيكم معلومة، قبل فترة تقريبا 6 أشهر صنعوا سفينة نزلت على البحر، حاليا تبحر، أكبر سفينة في التاريخ. قد هاي السفينة 5 مرات. هل لك أن تتخيل كل هاي الضخامة؟ بنوا سفينة جديدة أكبر من هاي ب5 مرات. تقدرون تبحثون في يوتيوب تشوفون الفيديو. هاي واحدة ثانية. هم فنلنديين، أفضل من أفضل بالعالم، يعني هم من صناع السفينة، هم يصنعون من أولها إلى آخرها. يعني معلومة. لما أمشي بداخل هاي الممرات أتذكر جاك والروز. أكيد كلكم تتذكرون جاك والروز. جاك والروز. لا 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 لا. والله مميزة حلوة هاي الكاميرا، طرفين يصور يعني. حاليا تحركنا من عاصمة سويد ستوكهولم، متجهين إن شاء الله إلى فنلندا عاصمتها هلسنكي. يا الله شوف المنظر، شوف وصلنا مدينة هلسنكي الحمد لله والشكر. أتمنى تعبي ما يضيع. هاي السفرة طويلة 3 أيام. أنا على متن السفينة. إن شاء الله يعجبكم الفيديو، تشتركون بالقناة، تفعلون الجرس، تستمتعون وياي حتى تنتظرون الفيديو القادم بإذن الله تعالى. والله ما جيت إلا حتى من أجل متابعيني، يعني هذا هو الهدف الأول. يعني طبعا أحلى لقطات، وأخيرا وصلت مكان. لقطات جميلة جدا صراحة. واو. طبعا عالم البحار فد عجيبة وغريبة، والله العظيم سبحانك يا رب. يعني لما انت وسط البحر تحس بشغلات عجيبة وغريبة، سبحان الله. تقول يعني قدرة رب العالمين، يعني سبحان الله. هلو. باوعي القزم قزم. شوفوا هذا، شوف. لا تضيعون تعبي، ها، لا تضيعون تعبي. طبعا جيت على مودكم حتى اجيب لكم فيديو حلو مستمتع شوية غريب يعني. ان شاء الله يعجبكم. لايك واشتراك، دعم. تنتظرون الفيديو القادم وتكتبوا لي رايكم بالفيديوهات اللي انشرها، وقدموا لي نصايح انا اقبلها ان شاء الله. شوف 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 شوف. يا الله.